المشاهد الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفيما يلي نشرة أخبار الظهيرة من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. إقامة 48 محكمة أهلية في الإقليم الأوسط. إشادة بالخدمات الاجتماعية في علي قدر. دعوة لرفع الكفاءة التعليمية في صنعافة وعرزة. قوات شادية تدخل نيجيريا لمكافحة الإرهاب. ترامب يشير إلى تقدم في محادثات التجارة مع الصين. وروسيا تتهم الولايات المتحدة بالتخطيط لتسليح المعارضة في فنزويلا. السلام عليكم ورحمة الله. أوضح الاجتماع التقييمي لعملية الانتخابات التي جرت للجان الصلح في المحاكم الأهلية عن إقامة 48 محكمة أهلية في الإقليم. وقدم المدير التنفيذي لإدارة الإقليم الأوسط السيد زريت ولد برهان في الاجتماع الذي شارك فيه حاكم الإقليم الأوسط اللواء رمضان عثمان أولياي والأمين العام للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم الأوسط السيد يوسف سايق، والمشرفون على لجان الانتخابات ومدراء المديريات وممثلي الاتحادات الوطنية، تقييما عاما عن عملية انتخاب المحاكم الأهلية ولجان الصلح التي جرت من 22 من يناير وحتى 17 من فبراير. وأشار التقييم إلى مواصلة المحاكم الأهلية 33 في مديريات بريخ وقال نفحي وسرجقة عملها كما هي، بينما رفع عدد المحاكم الأهلية في مديريات أسمرة من 13 إلى 15 محكمة أهلية. وأوضح الاجتماع بأن إقامة الانتخابات في شهر يناير الذي تكثر فيه مناسبات الزواج أثر سلبا على العملية الانتخابية، داعيا للاهتمام مستقبلا بقصر الزمن المحدد للتوعية وعدم توازن المشاركة الجنسية. وقد تم ترشيح 48 قاضيا بينهم 35% من النساء للعمل في 48 محكمة، حيث اختير 37 منهم من وزارة العمل و11 من إدارات المديريات، وانتخاب المواطنون ل 187 لجنة صلح. أشاد سكان علي قدر بمديرية تسني بإرساء الخدمات الاجتماعية التي أمنت الاستقرار في حياتهم المعيشية. وأشار السكان إلى حصولهم عن قرب على خدمات المياه والتعليم والكهرباء والهاتف المستدام والمواصلات الجيدة، لكنهم يعانون لعدم وجود عيادة قريبة. وأوضح مدير ضاحية علي قدر السيد فرج محمود أن بناء المؤسسات الخدمية الأساسية بتعاون الحكومة والسكان مكن من تسيير حياة مستقرة، لكنهم يسافرون إلى تسني للحصول على الخدمات الصحية التي يجب توفيرها لهم. وذكر بوجود 6 مدارس من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية تستقبل أكثر من 2200 طالب، وارتفاع تدريجي في مشاركة الإناث في التعليم، داعيا وزارة التعليم لحل النقص في البنى التحتية والتجهيزات في المدارس. دعا مسؤولو التعليم في مديريتي صنعافة وعرزة المعلمين وأولياء الأمور للعمل المنسق لحل النواقص وتقوية مشاركة وكفاءة الطلاب. وأوضح مسؤول التعليم في مديرية صنعافة الأستاذ بيانة تسفاي في الاجتماع الذي عقد عن أن 8% من الطلاب البالغ عددهم 15,000 طالب هذا العام قد قاطعوا الدراسة، ونجاح 71% من الطلاب الذين واصلوا التعليم. ودعا الاجتماع للاهتمام بتجميع قرى المنحدرات الشرقية للدفع بالعملية التعليمية وإرساء البنى التحتية لمدرستي سويرة وإمباسياس اللتين بدأتا الخدمات في مبنى جديد. وفي اجتماع مماثل أشار مسؤول التعليم في مديرية عرزة الأستاذ سهيوة ولدقرقيس إلى أهمية تفاني المعلمين للارتقاء بكفاءة الطلاب وتحسين نتائجهم. وطالب المشاركون في الاجتماع لحل نقص المعلمين واتخاذ الخطوات للتعرف على أسباب مقاطعة التعليم وحلها. يقوم سكان ضاحية طالة بمديرية دبارو بصيانة الطريق المؤدي إلى قاقبدة إلى قريتهم البالغ طوله 10 كيلومترات، وقد انجرف الطريق جراء السيولة المنحدرة من جبل مباتقرة وخلق صعوبة في خدمات المواصلات. وتشمل أعمال الصيانة التي يقوم بها السكان بأموالهم وطاقاتهم والدعم الآلي بناء جسر بطول 36 مترا وعرض 6 أمتار. وأوضح السكان عن تسارع العمل لإنجازه قبل حلول موسم الخريف.
بحث اجتماع عقد في أفعبت بمشاركة المهنيين الصحيين ومدراء الضواحي وأعضاء المجلس وغيرهم بحث عملية النظافة البيئية. وتناول الاجتماع بتوسع أنشطة التوعية بأهمية نظافة البيئة لضمان الصحة العامة. وأشار الاجتماع إلى الجهود لضمان نظافة 10 قرى والتوعية في 14 قرية أخرى، والتفاهم للقيام بأنشطة التوعية في 20 قرية، وانتخاب لجنة لتسيير برامج النظافة. وقال مدير مديرية أفعبت السيد أحمد محمد نور رجب إن أنشطة توعية مكثفة قد جرت حول النظافة، ويتطلب بذل المزيد من الجهود لإرسائها كثقافة وسلوك. سادتي، نتوقف مع فاصل قصير ومن ثم نعود لمواصلة الأخبار. دخلت فرقة مؤلفة من أكثر من 500 عسكري تشادي الجمعة إلى نيجيريا لمد يد المساعدة إلى الجيش النيجيري في مكافحة تنظيم بوكو حرام، كما أعلن لوكالة فرانس بريس المتحدث باسم الجيش التشادي آزم بيرموندوا أغونا. وسيساعد هؤلاء العسكريون التابعون للقوة الإقليمية المتعددة الجنسيات الجيش النيجيري في محاربة جماعة بوكو حرام التي لا تزال تتحرك خصوصا في نيجيريا، حيث تنظم اليوم السبت انتخابات رئاسية. ويصوت النيجيريون لانتخاب رئيسهم بعد تأجيل الاقتراع الذي أجج التوتر وسط منافسة شديدة بين الرئيس المنتهي ولايته محمد بخاري ومنافسه الرئيسي عتيق أبو بكر. هذا وحث الرئيس النيجيري محمد بخاري النيجيريين على الخروج والإدلاء بأصواتهم، متعهدا بتوفير أمن كاف لانتخابات الرئاسة المؤجلة التي يواجه فيها رجل الأعمال عتيق أبو بكر في سباق متقارب. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه إذا رأى تقدما يتحقق في محادثات التجارة مع الصين فإنه قد يجنح إلى تمديد المفاوضات إلى ما بعد موعد انتهاء مهلة في أول مارس. وأشار إلى أن أكبر اقتصادين في العالم سيكون بمقدورهما على الأرجح التوصل إلى اتفاقية. وتجري واشنطن وبكين مفاوضات تهدف إلى تخفيف التوترات التجارية قبل ذلك الموعد الذي حددته الولايات المتحدة بشكل مبدئي لزيادة الرسوم الجمركية على واردات من الصين بقيمة 200 مليار دولار من 10% إلى 25%. لكن ترامب أبلغ الصحفيين في المكتب البيضاوي أن جولة المفاوضات هذا الأسبوع جرى تمديدها بالنظر إلى التقدم الذي يجري تحقيقه. وأضاف أنه إذا توصل البلدان إلى اتفاق فلن تكون هناك حاجة لزيادة الرسوم الجمركية. وقال ترامب أيضا أنه يتوقع أن يجتمع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في وقت قريب، مضيفا أن الاجتماع سيعقد على الأرجح في منتجع مار ألارجو في فلوريدا في مارس. اتهمت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي ببحث تسليح المعارضة في فنزويلا، وزعمت أن واشنطن تنشر قوات خاصة ومعدات بالقرب من البلد الواقع في أمريكا الجنوبية. وأشارت موسكو لمعلومات غير محددة لدعم تأكيداتها بشأن خطط تسليح المعارضة، لكنها لم تذكر هذه المعلومات أو تقدمها. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زخاروفا إن قافلة المساعدات الإنسانية الأمريكية إلى فنزويلا قد تؤدي لاشتباكات وتوجد ذريعة للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو حليف موسكو. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد حض السلطات الفنزويلية على عدم استخدام القوى المميتة ضد المتظاهرين بعد أن أطلقت الشرطة النار على شخصين وقتلتهما خلال محاولتهما منع إغلاق معبر حدودي مع البرازيل. ووقع الاشتباك في ولاية بوليفار الجنوبية الشرقية بالقرب من الحدود مع البرازيل التي أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بإغلاقها. قالت وكالة الفضاء اليابانية إن مسبار الفضاء هايابوسا 2 هبط على مذنب يبعد أكثر من 300 مليون كيلومتر عن الأرض في مهمة تهدف لجمع معلومات عن نشأة الحياة. وهبط المسبار على المذنب ريوغو الذي يبلغ قطره نحو 900 متر بعد إرجاء أول محاولة في أكتوبر بسبب صعوبة تحديد نقطة للهبوط على السطح الصخري للمذنب.
وقالت وكالة الفضاء اليابانية أن الإسبار أطلق مقذوفا صغيرا على سطح المذنب لجمع جسيمات يأمل العلماء أن يعيدها المسبار إلى الأرض لتحليلها. وهذه هي ثاني مركبة فضاء يابانية تهبط على مذنب بعد هبوط المسبار هايابوسا على سطح مذنب إيتوكاوا القريب من الأرض في عام 2005. وانطلق المسبار في ديسمبر من عام 2014، ومن المنتظر أن يعود للأرض في نهاية عام 2020. النشرة أخبار الظهيرة قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.